من هالبنت اللي تركت زوجها وتزوجها تايسون على قولته مغصوب، وكانت سبب رئيسي في دمار مسيرته الرياضية، وكانت من الأسباب اللي دخل عشانها السجن بسبب حالته النفسية اللي وصل لها بعد هاي القصة اللي عاشها مع هالبنية. أعرف في ناس بيقولون بس تايسون مسلم شلون يسوي كذي؟ كمل معي القصة بتعرف كل التفاصيل. خلينا نرجع حق بداية هالقصة واللي هي في الثمانينات. وقتها كان تايسون من أشهر الرياضيين على مستوى العالم وأغناهم. كان أصغر بطل عالم بعمر 20 سنة بس. تخيلين 20 سنة بطل العالم. كان مشهور وغني لدرجة أن ثروته كانت تتخطى 300 مليون دولار. هالرقم كان في الثمانينات شيء وايد ضخم، يعني يتكلم عن واحد عمره 20 سنة ثروته 300 مليون في الثمانينات. يعني كان معروف انه يده سريعه وقويه بشكل مو طبيعي. فكان الناس والمشاهدين والقنوات والرعاة وكلهم ينتظرون اي مباراه له بس عشان يغطونها ويروحون يشوفون. كان اسطوره بمعنى الكلمه، وفي عمر كلش صغير. هذه ما كان شيء غريب، هاي الناس كلها تعرف. بس اللي الناس ما تعرفه انه في حياته الخاصه كان في اشياء قاعده تصير يعني ويا ليتها ما صارت للاسف. يعني كانت سبب ان احنا ما شفنا افضل نسخه لهالملاكم الاسطوري. هالقصه بدت لما كانت في بنت اسمها روبن. في ناس يقولون انها صديقة مدير اعمال تايسون، في ناس يقولون لا هذه كانت زوجته. ما ادري شنو الصح ولا شنو الغلط. وفي ذي الوقت روبن كانت مشهورة، كانت تمثل، كانت عارضة ازياء، على قولتنا الحين موديل، فاشينيستا، هالسوالف. كانت يزعم ان هي من اللي ضاربين ترند عندهم، فكانت مشهورة ومعروفة والناس كلها تتمنى انها تشوفها وتصور معاها. تايسون وقتها حط عين على هالبنية، ونقدر نقول على قولتنا الحين تخرفن شوي عليها، وكان يبي يسوي اي شيء عشان يوصل لها. خبرك شخص عمره 20 بطل عالم ثروته بالملايين، طبيعي يصيده شيء غرور، لازم بيحس بشعور انه هي اي شيء يبيه يقدر يحصله. بس والله يا ليتك ما حصلته يا تايسون، يا ليتك ما حصلته. في البداية تايسون وعدها بالخش، ما حد كان يعرف الا الناس القريبة من تايسون، وعلى قولتهم ان هاي العلاقة استمرت لمدة 11 شهر تقريبا بالخش ليه سنة 1988. هني تايسون اعلن الزواج من هالبنية. بس تايسون قال جملة في بعض المقابلات انه هو تزوجها مغصوب. زين ليش تزوجها مغصوب؟ شنو اللي غصبه؟ تايسون طلع في مقابلات وايد وقال ان روبن جات له وقالت له ان هي حامل منه. حامل؟ توهق البطل. زين اللي نعرف ان تايسون مسلم ويسوي كل هالاشياء. يا جماعه تايسون ما كان مسلم، تايسون ما انولد مسلم اصلا. تايسون اسلم في فتره من الفترات بعدين، وراح نقول لكم بالضبط متى. ولما تزوجها تايسون في سنه 88 كانت هني بدايه النهايه. ليش بدايه النهايه؟ اسمعوا ويا ايش قاعد يصير. بسبه مكشة ذي تايسون ما قدر يتهنى في مسيرته، تو بادي مسيرته وفي عمر صغير، يعني حتى عقله للحين ما وصل مرحلة النضج العدل. زين شلون تدمرت مسيرته؟ ليش يعني؟ ريال تزوج واحدة يحبها، ليش تدمر مسيرته؟ روبن اصلا ما كانت حامل ولا شيء. روبن حطت خطة كاملة عشان تسيطر على فلوس تايسون. قالت انا ليه شو اسوي في مدير اعماله اذا انا اقدر اوصل حق راس العود؟ فاخذوا الخطة اللي سوتها. اول شيء ادعت ان هي حامل عشان يتزوجها، يعني اول شيء اشربك بموضوع الحمل. ويا ليت وقفت على هني، يعني ما عليش يمكن فقيرة تبي فلوس، شافت لها غني يحبها قالت يلا خليه يتزوجني واشربكه. وثاني خطوة من خطتها كانت انها تبعد الناس اللي حواليه، الناس اللي يوثق فيهم، الناس اللي قاعد يمشون شغله، الناس اللي اساسا كانوا السبب رئيسي في نجاحه. فكانت خطتها ان تبعدهم عشان تسيطر عليه بروحها. انزين من الناس اللي حواليه كلنا نشوف احنا المشاهير في امريكا بالذات الخوال، لما ينشهر لاعبين السلة، المغنيين وغيرهم، اول ما ينشهر يروح حق رابع الناس اللي نشأ معاهم من كان صغير، رابع الجراب منه، ويخليهم حواليه. هذه يعطيه مدير حسابات، هذه يعطيه مره شنو، هذه يخليه رئيس الطبخ، هذه رئيس مري من، هذه مره شنو. اهم شيء انه يكونون مع بعض، خبرك حق الوناسه. فكل اللي حواليه اساسا ربعه، اساسا الناس يحبهم ويوثق فيهم. فهي خطتها ان تبعد ذي الناس بحكم ان هي تعرف هاي الناس اصلا، وتعرف ايش قد هم اصلا ياثرون على تايسون. فقالت عشان تنجح خطتي شو اسوي؟ شيلهم. يعني تايسون من كثر ما كان يوثق في هذه الناس اللي حواليه كان مسلمهم كل شيء، من امور الماديه والامور الاداريه، امور التدريب، اغلب الامور المتعلقه في مسيرته كانوا هم يتحكمون فيها. واخبرك هو يبي يستانس في الفلوس الريال، فروبن لازم تخرب هذه الاشياء عشان توصل حق الفلوس، حق الثروه. نفس الوقت هذول قاعد يستلمون رواتب واشياء عاليه من تايسون، فليش ما ياخذونها؟ انا اولى. في ذي الفتره بالضبط تايسون كان عمره 22 سنه. طبيعي يعني تجي واحده متخرفن عليها يحبها ميت عليها، فسهل تقص عليه بكلمتين، خبرك المدام والحب. وللاسف نجحت هاي الخطه. تايسون شال تقريبا معظم الناس اللي حواليه، وبقت هي وكم من واحد اللي ميودين الامور الاساسيه، يعني اللي ما قدر يشيلهم. ويا ليتها وقفت هني وخلاص. لا، الحقيره توها باديه. هني طلبت طلب غريب من تايسون، قالت له ابي 5 ملايين دولار. 5 ملايين؟ تبين 5 ملايين؟ قاعد تتكلم انت عن تقريبا بالبحريني مليون
1,800,000 دينار. 1,800,000 دينار. اي في الثمانينات ترى هاي 1,800,000 دينار يعني شنو؟ بس 5 مليون بالنسبه حق تايسون ولا شيء. فراح لها يا بنت الحلال تبين في ال5 دينار 5 مليون تعودين على المبلغ حتى. فقالت لا يعني تعرف انا حامل وبضبط شيء حق الياهل اشياء وذي ونسوي له مكان ويعني حق الياهل هديه الياهل على قولتها. حتى لو كان المبلغ بسيط حق تايسون لكن يبقى المبلغ عود. فالمحاسب قال حق تايسون لا تعطيه هذه المبلغ. تايسون حرفا يبي يعطيها غصب يعني. فيوم شاف المحاسب انه ما في فايده فقال شو نسوي؟ حط شيء يثبت انك اعطيت هذه المبلغ. بالكم سمع الكلام ما سمع الكلام راح اعطاها المبلغ ولا افتكر في احد. المحاسب كان يبي اي اثبات بس انك انت اعطيت هذه المبلغ. المهم مرت الشهور تايسون ما قاعد يشوف بطنها قاعد يكبر. شلون انت حامل ما يكبر بطنها؟ شنو اللي داخل دي؟ فقال لها خلينا نروح نفحص، خلينا نروح نشوف الدكتور. هني طكت عليها خافت قالت الحين بنصاد. فقالت شو اسوي؟ اسوي لي فيلم. انا صارت حالتي النفسيه وتعبانه كنت وما شنو فاجهضت الياهل. شلون تجهضين الياهل؟ انا الابو المفروض. المهم بدات المشاكل من هني. عرف تايسون ان هي كانت تكذب عليه طول هالفتره، بدات نظرته لها تتغير، بدات المشاكل وتدهورت العلاقه وانهارت. واول ما انهارت علاقتهم تايسون طلب منها ترجع كل الفلوس اللي عطاها اياهم. وطبعا اولهم ال5 مليون اللي شفطتهم. بس طبيعي بترفض يعني مستحيل ترجع له الفلوس. هي اساسا كل هالخطه وكل هالفيلم عشان الفلوس فما برجع لك اياهم كل هالسهوله. خصوصا ان هي خلاص استوت مليونيره من وراه. يعني كانت واحده عاديه صارت مليونيره بسبه هالشخص. واكيد تعرفون نظام امريكا لما الزوجه تطلق زوجها الزوج يطلق زوجته يعطيها نص ثروته. فكان هذا الهدف الثاني لها. حاولت كل الطرق انها تستفزه، سوت كل شيء عشان تستفزه انه يطلقها. ولازم يطلقها وهو غلطان. يعني انه تشوفوه وهو غلطان وانا مظلومه انا مسكينه. وفوق ذي الشهره اللي حصلتها اصلا بحكم علاقتها باشهر ملاكم في ذيك الفتره. صارت مشهوره، صارت الناس تعرفها، فصارت تقدر توصل صوتها بسهوله حق الناس انه شوفوا انا مظلومه انا مسكينه. كانت الخطه الحين دامها انصادت انها تطلع من هالعلاقه باقل الخسائر او بالاحرى فايده. وفي قصه صارت في نفس الفتره تايسون كان يقولها، يقول انه رجع البيت ولقى براد بيت وياها في السرير. يقول تايسون حاولت اصيده ما قدرت. شرد لو صار ايش بيسوي فيه؟ تتوقعون بنشوفه يمثل لي الحين؟ هذه القصة هي أصلاً قالتها في أكثر من برنامج طلعت فيه. قالت إن تايسون طلع حرته فيها يومها. كانت تطلع في البرامج تتكلم عن هاللحظة وإن قد هاللحظة كانت صعبة عليها وش قد أثرت على نفسيتها. يعني خاينته وزعلانة إنه عصب لأنها خاينته. تخيلين؟ بعد هالموقف طلقها تايسون على طول. بس عبالكم هالوسخة ذي بتهده؟ لا ما هدته. على طول محكمة قضية. زين القاضي ما بيعطيها تعويض مني والدار. فقالت شنو؟ تسوية الطلاق على قولات. زين كم تبين تسوية الطلاق يا بنت أبي 10 مليون. طبعا غير ال5 شباب، غير ال5 اللي اوريدي شفطتهم تبي 10. راحت تراكض وتناقز من برنامج لبرنامج تتكلم شلون هي مظلومة وشلون الشيء اللي سواه فيها أثر على نفسيتها و فكانت دارس الخطة، كسبت تعاطف الناس كلهم. بالضبط نفس القصة اللي صارت مع أمبر وجوني ديب. نفس الشيء، الناس كلها كانت ضد جوني كلها حرفيا، وتشوف ان هذه مظلومة ومسكينة. كانت تروح من برنامج لبرنامج وتشوه صورته بكل الطرق. كانت تقول انه عنيف غير مستقر نفسيا وكان ما يقدر يسيطر على أعصابه. وأنا الفترة اللي معاه كانت أسوأ فترة في حياتي. وفعلا صار بالضبط اللي صار مع جوني ديب في البداية. الإعلام والناس والرأي العام بشكل كامل انقلب ضده. كانوا الناس يشوفون انه هو الظالم، انه هو الغلط، انه هو العصبي اللي ما يسيطر على اعصابه، وحكم انه هو اساسا ملاكم. فبيقولون شلون يعني ملاكم ويطق هذه وهالحكي. انقلب العالم كله عليه. فصار ضغط على المحكمة ان تشوفوا الرأي العام كله يقول كلام واحد. فاحنا شلون نحكم ضدها؟ ففعلا حكموا لها وخذت ال10 مليون. وكان الحبيب مسجل البيت باسمها وكان طالب انها ترجع البيت. والمحكمة حكمت ان البيت لها. ف10 مليون مع 5 مليون هاي 15 مليون مع بيت قيمته بالملايين اساسا. وهذا كان السبب الرئيسي في دمار حالته النفسية. وهذه المشاكل كانت السبب الرئيسي انه يخسر بطولة العالم سنة 90 وكانت اول خسارة له. متخيلين انه هو عمره ما خسر وخسر هني في ذي الفترة. نفسيا كان تعبان. الناس اللي حواليه كانوا يقولون انه وصل لأسوأ مرحلة في حياته بسبة
ومنها للأسف زاد الانحدار في حياته، بدأ يدش في المشاكل، بدأ يدش في الهواش، يتهاوش في الشارع. لين وصلنا سنة 92 تهموه تهمة اغتصاب، تخيلين اغتصاب. وتايسون في كل مقابلاته ليومنا ذي ينكر هذه التهمة ويقول ان هذه التهمة ملفقة. هل صح هل غلط الله أعلم. للأسف كان يدافع عن روحه بطريقة عدوانية، كان منفعل في المحكمة ان انا مظلوم، انا ما سويت شيء، لكن الطريقة ذي كانت سبب ان القاضي وهيئة المحلفين ادانوه بسرعة بسبب اسلوبه وطريقته وعدوانيته في المحكمة. انحكم 6 سنوات سجن. تخيلين لاعب هو في نص العشرينات، نجم عالمي، اسطورة، تلفق لحكم روح السجن 6 سنوات. 6 سنوات في عز مسيرتك، خلاص انتهى، يعتبر انتهى. بس كانت هذه الأحسن مرحلة في حياته. هني كانت أفضل مرحلة له لأنه تعرف على مجموعة من المسلمين في السجن وأسلم. تايسون أسلم في ذي الفترة اللي كان مسجون فيها، قبلها ما كان مسلم. عرفتوا ليش العربدة اللي كان يسويها؟ لأنه ما كان مسلم أصلا، فأسلم في ذي الوقت اللي دخل فيه السجن بعد ما تعرف على مجموعة من المسلمين في السجن، وقدر يغير نفسه تماما بعدها. يقول شفت أن الإسلام هو الحل اللي أحتاجه حق كل المشاكل والأشياء اللي قاعد تصير لي الحين. حتى الناس اللي كانوا يعرفونه والناس القريبة منه كانت تقول أن تايسون تغير، تايسون صار هادئ، صار حنون، صار طبعه غير، العدوانية والعصبية اللي كانت فيه راحت. كل الناس القريبين منه يقولون أن شخصية تايسون تغيرت تماما بعد السجن. كانوا يقولون أنه صار متواضع بشكل كبير، وصار في حنية ما كنا نشوفها فيه من قبل، وكان محترم جدا مع الناس كلها، خصوصا الصغير قبل الكبير. تايسون قال ان السجن قضى على كل الغرور اللي فيني، اللي حصلته بسبب الشهرة والفلوس وغيرها، والأهم من ذي انه اعطاني فرصة اني اتعلم واشوف دين الإسلام اللي كشف لي عن حياة مختلفة تماما، والأهم من ذي انه اعطاني قوة الصبر حتى في اصعب الظروف. تايسون حصل على تخفيف للحكم، طلع عقب 3 سنوات، ورغم انه هو كان مسجون لمدة 3 سنوات لكن يوم طلع كان مبدع، وكان وقتها يحقق اعلى ايرادات في تاريخ الملاكمة. تخيلين يعني ان السجن فاده ما ضره، ان شهرته صارت اكبر والناس تبي تشوفه. متخيلين ان بعض المباريات وقتها كانت تدخل فوق ال 100 مليون دولار، 100 مليون دولار، متخيلين 100 مليون دولار، 37 مليون دينار بحريني تقريبا. وقاعد نتكلم عن هالشيء في التسعينات يا جماعة، في التسعينات هاي المبالغ كانت شيء خرافي. تايسون في وقت اعتزاله كان عنده 58 مباراة، من هال 58 مباراة فاز في 50 مباراة منهم، من هال 50 فوز فاز 44 مرة بالضربة القاضية. يا جماعة بوكس مو طبيعي والله العظيم، بوكس شيء خرافي. و6 مباريات خسرها من ضمنهم بطولة العالم في سنة 90، وفي مبارتين كانت بدون قرار. ويبقى أكبر إنجاز أصغر بطل عالم بعمر 20 سنة فقط. طبعا كلنا نشوف تايسون ليل يومنا يطلع في السوشيال ميديا وغيرها ويتكلم، صور وهو يصلي، صور وهو غيره، يعني حتى نشوف ما شاء الله بنيته الجسدية ما زالت مستمرة رغم أنه شوي ساعات يسوي أشياء، ساعات يعني ساعات مو كل مرة. وهني وصلنا لنهاية قصتنا مع واحد من أعظم ملاكمين. مشكورين على متابعتكم، انتظروا قصتنا الجاية إن شاء الله، ولا تنسون تتابعونا على حساباتنا في منصات التواصل، ترى في اشياء وايد فاتتكم. كان وياكم اخوكم عبد الله العيد، نشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. مع السلامه.